السلام عليكم. الواقعة اللي هحكي لحضراتكم عليها النهارده لواحد اسمه محمد وشهرته ابو مالك. ابو مالك اللي قتل بسبب الكلمة. طيب ايه اللي حصل لابو مالك وايه تفاصيل الموضوع؟ اللي حصل بان ابو مالك كان بيشتغل وتعب بسبب ظهره من الناحية الشمال، والتعب ده اثر على رجليه، ما قدرش ان هو يستحمل الوقفة ويستحمل الشغل. ولكن لما راح كشف عند الدكتور قال له احتمال يكون عندك التهاب او عرق النسا، فده محتاج لأشعة علشان يعرفوا سبب التعب ده ايه. فمحمد راح لصاحب الشغل وقال له ان انا عايز فلوس من مرتبي علشان اشوف اذا كنت هعمل اشعة او كده واخد العلاج علشان ارتاح. فالراجل صاحب الشغل رد عليه قال له ما تتمرضش علشان ما تمرضش، ويا ريت تروح تتك على نفسك كده وتشتغل وانت هتخف. فمحمد طبعا الكلام اللي كان بيسمعه من مدير الشغل اصيب بحالة نفسية صعبة جدا لحد ما توفى. طيب محمد نزل على صفحته على الفيسبوك بعض البوستات قبل وفاته. تعالوا كده نشوف هو محمد نزل ايه ونرجع نكمل مع بعض تاني. نزل وصية يوم 9/10 وقال فيها: اقرار مني لما اموت ما تقفلوش اي حاجة ليا علشان افضل موجود بينكم، وحتى لو نسيتوني الفيسبوك هيفكركم بيا يوم عيد ميلادي. ادعوا لي بس وما تدفنونيش بالليل ابدا مهما حصل، وخليكم شوية لحد ما اتعود على المكان. اقرأوا سورة ياسين ويوسف على قبري علشان ما اخافش، وشغلوا قرآن كتير وما تعيطوش. عارف هيبقى غصب عنكم بس حاولوا. حد يقول لي الشهادة ويدعي لي بالثبات عند السؤال. اللي يفتكر لي مرة اني وقفت جنبه يهديني بالصدقة، ومع الوقت انا عارف اني هتنسي، بس وقت ما اجي على بال حد ويفتكرني يقرا لي الفاتحة ويدعي لي. قررت انزل كده لان فعلا العمر مش مضمون. محدش يزعل ويقول لي بعد الشر وليه بتقول كده، احنا في غفلة يا جماعة والله. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. ده كان بالنسبة لأول بوست نزله محمد على صفحته على الفيسبوك. بعد كده نزل بوست تاني واشتكى للناس من اللي بيمر بيه من صاحب الشغل. تعالوا بقى نشوف اشتكى وليه ونزل ايه على الفيسبوك عنه. كاتب في البوست: انا بموت من الألم، بتعذب حرفيا. الدكتور بيقول لي يا اما ده مزق شديد يا اما عرق النسا، والاشعه اللي هتبين. ماشي على مسكنات، والمشكله ان الالم بيروح وبيرجع. المشكله في الشغل الكل بيحط عليا، والنهارده قمت متعجز خالص. دعواتكم والنبي، الالم من ظهر الشمال ونازل لغايه ركبتي الشمال. انا بموت والله، الم فظيع. بعد كده نزل بوست من 6 ايام وكاتب فيه: صاحب الشغل بقول له عايز فلوس من شغلي عشان اجيب علاج واعمل اشعه، يقول لي ما تتمرضش عشان ما تمرضش، واشتغل وتعالى على نفسك وانت هتخف. وانا داس على نفسي بقالي اسبوع لغايه ما رجلي التانيه تعبت هي كمان. حسبي الله ونعم الوكيل، يشوف اللي انا شايفه يا رب. فده كان بالنسبه لتفاصيل اللي حصل واللي اثار غضب رواد السوشيال ميديا. الكلمه نور وبعض الكلمات قبور. يا ريت يا جماعه الناس اللي شغاله في مناصب، سواء كنت مدير او سواء كنت صاحب مكان، اي حاجه، يا ريت تعامل الناس اللي شغاله عندك باحترام. عامل كما تحب ان تعامل. انت ممكن تعامل الناس اللي عندك بكل حب وبكل احترام، تخلي اللي قدام منك يعمل لك الحاجة اللي انت عايزها بحب مش بالعافية. ما تمسكش الناس من ايديها اللي بتوجعها. يا ريت يا جماعة ما تستهونوش بالامور الصغيرة دي. انت ممكن كلمة قد تكون سلاح تموت بيها اللي قدامك وانت مش حاسس. ربنا يتغمده بواسع رحمته يا رب، ويلهم اسرته والصبر والسلوان. في الاول وفي الاخر تعددت الاسباب والموت واحد، يعني هي ساعته ومكتوبه له. ولكن يعني احنا بنتكلم في السبب اللي وصله للمرحله دي. السبب ده كان من المعامله، من الاسلوب، من الكلمه. فيا ريت تخلي بالكم من كلامكم يا جماعه، علشان في ناس كتير بتبقى عايزه تسيب شغلها وزهقانه والدنيا بالنسبه لها يعني مستويه زي ما بيقولوا كده بالبلدي. ولكن امر الله ما باليد حيله، هيسيبك وهيروح لمين. فما تتكوش على الناس، ويا ريت تكونوا رحمه كده بيهم علشان ربنا يرحمكم. ربنا يحفظنا ويحفظكم رب من اي شر ويبعد عننا وعنكم اي سوء. هسيب لحضراتكم المصادر تحت في الكومنتات، وادخلوا بصوا عليها. وما تنسوش حاجه مهمه جدا، ان احنا ناقلين للخبر وليس محققين. هسيب لحضراتكم كمان لينك قناه اليوتيوب الجديده تحت في الكومنتات. اتمنى كل اللي موجودين عندي يخشوا على القناه ويفعلوا زر الجرس عشان نعلوا الصفحه تاني بيكم، لان القناه القديمه اتوقفت. انا حسام حماده، اشوفكم على خير الحلقه الجايه. السلام عليكم.